السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بأحلى متابعين، أهلا وسهلا بملكات التدبير. النهاردة إن شاء الله جايين مع بعض بمنيو أسبوعي، منيو غدا فقط لا غير. تمام، هنقول المنيو بتاعنا إن شاء الله بالمشتريات وهنشوف ميزانيته هتكون كام إن شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول يوم معانا هيكون كشري مصري. الكشري المصري طبعا المعروف اللي هو بالدقة بقى والبصلة. تاني يوم هنعمل مكرونة نجرسكو ومعانا بابا غنوج وبطاطس محمرة. تالت يوم هنعمل مسقعة وبطاطس مهروسة اللي هي البطاطس المهروسة اللي بالكزبرة. رابع يوم ان شاء الله ممكن نعمل حواوشي باللحمة المفرومة والبرغل والبطاطس. ممكن نستخدم اللحمة نستبدل اسفة اللحمة المفرومة بالقوانص او بكبد وقوانص. ممكن نستبدل البطاطس ونزود بصل ونزود فلفل الوان. ان شاء الله هنشوف كل الافكار دي مع بعض عملي. خامس يوم هنعمل فطير وعسل وجبنة قديمة ونعمل جنبه شوية بيض مسلوق. يوم كده جو فلاحي بقى شوية كده، الجو الجميل بتاعنا ده. وبعد كده هنعمل سادس يوم شيش طاووق ورز اصفر بالبزلة والجزر. البزلة طبعا نزلت اليومين دول، هي لسه مش مليانة قوي بس بدأت تتواجد. سابع يوم ان شاء الله هنعمل اي نوع بقى خضار، كوسة، فاصوليا، سبانخ، فاصوليا بيضة، لوبيا، وهنعمل جنبها رز ابيض ومخلل. نبدأ نشوف المشتريات بتاعتنا. اول حاجة هنشوفها في العلافة والعطارة. كيلو ونص رز هيعملوا 39 جنيه على اساس ان كيلو الرز ب26، الرز السايب طبعا. وكمعانا 3 اكياس مكرونة علشان خاطر النجريسكو وعلشان خاطر الكشري. الكيس ب10 هيعملوا 30 جنيه. معانا كيلو دقيق هيعمل 17 جنيه عشان خاطر الحواوشي لو هنعجن للحواوشي في البيت. وطبعا هنحتاج عشان خاطر نعمل البشاميل اللي بنحتاج له دقيق برضو، فعشان كده الدقيق هنا مهم معانا. ب5 جنيه برغل وعدس بجبة ب10 جنيه. كده حساب العلافة هنقول 101. نيجي بعد كده على اللحوم. هنجيب كيلو وراك، نحاول نخليهم 3 وراك ب80 جنيه. هنجيب ربع كيلو فليه فراخ فيليه ب40. وهنجيب ربع كيلو مفروم ب50، المفروم اللي هو البرازيلي. كده حساب اللحوم عامل 170 جنيه. ندخل على الخضار. الخضار بقى هنجيب ب10 جنيه فلفل الوان 10 جنيه فلفل الوان. واي صنف خضار هيكون في حدود 10. الكوسة والسبانخ رخاص جدا اليومين دول. ممكن نجيب كمان، وهنجيب كمان 3 كيلو طماطم ب30. هنجيب كيلو و200 جرام بصل. يعني انا نقيت البصل. هو الكيلو ب25، نقيت حبة كده طلعوا عاملين 30 جنيه. هنحاول كل طبخة يا دوبك ناخدولها بصلاية 2 بالكتير. وتنقي البصل من صغير لمتوسط، بلاش البصل الكبير علشان بيهدر معانا. 2 كيلو بطاطس، البطاطس الوسط الكيلو منها عامل 15. في بطاطس رفيعة جدا بتاعت السلق الكيلو عامل 10، بس احنا هنا هنخلينا في الوسط اللي الكيلو ب15. كيلو ونص بدنجان. البدنجان يا جماعة الكوبي الكيلو ب3 جنيه ونص. هو انا عندي ب3 ونص لحد 5، بس انا رحت اللي ب3 ونص. جبت كيلو ونص عشان خاطر اخد واحدة كبيرة للبابا غنوج والباقي هيتعمل للمسقعة، وكان سعره 5 جنيه. كيلو ونص خيار ب5، في خيار ب3 ونص. انا الاسعار دي يا جماعة من سوق شعبي، يعني الاسعار دي انا عارفة ان هي مش هتكون عند بتاع خضار قريب منك، لا لا، الكلام ده في الاسواق الشعبية. ربع كيلو جزر ب5 جنيه. ربع كيلو بزلة ب5 جنيه عشان خاطر نعملها مع الرز الاصفر. وخضرة ب5 وفلفل وليمون ب5 ب2 ونص وب2 ونص. ادي كده حساب الخضار كله 140 جنيه. نيجي بقى على بقية المتطلبات. نص كيلو عسل ب15. ربع كيلو جبنة قديمة ب15. 2 فطير مشلتت ب40. ممكن تستبدلي الفطير المشلتت بان انتي تاكلي بعيش عادي اليوم ده، او ان انتي تجيبي جلاش وتحشيه اي حاجة تانية. حتى لو هتحشيه بطاطس، حتى لو هتحشيه جبن، هيفرق برضو معاكي شوية. ما اعتقدش يعني، هو هتبقى برضو حاجة كده في قريبة من التكلفة. 5 بيضات ب25 جنيه. مخلل ب10. وكيلو لبن عشان خاطر البشاميل. وعشان خاطر ممكن يوم الفطير المشلتت ممكن بدل ما نعمل بيض جنبه، ممكن ان احنا نعمل برامات رز معمر. تمام. حساب الحاجات بقى التانية اللي هتبقى تقريبا من اللبان والفطير والكلام ده كله 130. كده الميزانية كلها عاملة معانا 545 في الاسبوع غدا فقط لا غير.
انتظروني ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير وميزانيات جايه اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.